عمركم تخيلتوا في يوم إن مجرد خدش بسيط من قطة بريئة ممكن يغير حياة إنسان بالكامل؟ وده بالظبط اللي حصل مع الممثل التركي الشهير أمير كورت. إصابة غريبة سببت له آلام وتورم في الغدد الليمفاوية، ومش بس كده، ده كمان فقد بصره بعد ما اتخدش من قطة بريئة. لكن إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل إن القطط أحيانا بتكون حاملة الجرثومة اسمها البارتونيلا هنسيليا، واللي بتسبب مرض اسمه الكات سكراتش ديسيز أو مرض خدش القطة. القطة غالبا بتصاب بالبارتونيلا عن طريق البراغيث اللي بتنقل البكتيريا من قطة مصابة لقطة سليمة. ازاي البكتيريا دي بتنتقل للإنسان؟ مجرد خدش أو عضة أو حتى لعاب القطة المصابة لمست جرح مفتوح عند الإنسان، الجرثومة تدخل جسمه. مجرد ما بتدخل بتبدأ هنا تظهر الأعراض: تورم مؤلم في الغدد الليمفاوية خاصة حوالين مكان الخدش، حرارة وتعب عام، أحيانا صداع وفقدان شهية، وفي حالات نادرة ممكن يأثر على الكبد أو العينين أو حتى الجهاز العصبي. طيب والقطط؟ المفاجأة إن القطط غالبا مش بتظهر عليها أي أعراض، يعني القطة تفضل تلعب عادي وهي شايلة البكتيريا من غير ما تبان مريضة. وزي ما احنا عارفين إن الوقاية خير من العلاج، لازم نخلي بالنا من نظافة القطط، نقص ضوافرهم بانتظام، ونتجنب اللعب بالعنيف اللي ممكن يسبب خدوش، وخصوصا مع القطط الصغيرة. النظافة المستمرة وتمشيط شعر القطط وتنظيف مكان نومها، السيطرة على الفليز، لان زي ما احنا عارفين ان هي السبب اللي خلى البكتيريا تنتقل من قطة مصابة لقطة سليمة. يعني باختصار، خدشة بسيطة من قطة بريئة ممكن تقلب حياتك، فخلي بالك وشارك المعلومة مع غيرك عشان كلنا نكون في امان. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.